السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن المضاعف فيربن. المضاعف فيربن دي أفعال لما بتخش على الجملة عندنا الألمانية بيبقى معاها الفعل الأساسي في الآخر في المصدر. تمام كده، يبقى المضاعف فيرب لما بيخش على الجملة الفعل الأساسي بتاع الجملة بيبقى في نهاية الجملة وبيبقى في المصدر من غير أي تصريفات. أمال إيه اللي بيتصرف؟ اللي هو المضاعف فيرب. تمام كده. عندي 6 أفعال اللي هي مضاد فعل. 6. تمام. طيب ايه وظيفتها؟ بكل بساطة كده كل فعل من الستة ليه استخدام معين. هو مثلا عندنا في العربي بنقول مثلا انت لازم تعمل كذا، انت ممكن تعمل كذا. كلمة بقى لازم وممكن والكلام ده كله، ومسموح لك تعمل كذا مش مسموح لك تعمل كذا، انا عايز اعمل كذا، كل الحاجات دي اللي هو فعل بمعنى اريد، فعل بمعنى يجب، فعل بمعنى ينبغي، فعل بمعنى يستطيع، وهكذا. تعالوا كده نشوف تصريفاتهم وبعد كده نخش على استخدام كل فعل لوحده. عندي الأفعال الستة أولهم ميسن. تمام كده، اللي هو بمعنى يجب. كونن بمعنى يستطيع. dürfen بمعنى يسمح. sollen بمعنى ينبغي. wollen بمعنى يريد. möchten بمعنى يريد برضه. تمام. طيب تعالوا نخش الأول كده على تصريف فعل ميسن. لو بصيت للمودال فيرب هتلاقي كل مودال فيرب تصريف تصريفه مع الاس زي ا واس وزي. تمام كده، هما الاثنين يعتبروا واحد. تمام، بس خلي بالك ان التصريفات دي شاذه، يعني هتحفظها زي ما هي كده. فهتلاقي ميسن مع ايش بتتصرف موس، مع ا واس وزي هتلاقيها موس برضو. مع الدو موست هتلاقي تزود لها تي عن الايش والا والاس والزي. بعد كده مع الفي هتلاقيه في المصدر طبعا ميسن من غير اي حاجه. إيه ميست بالأملاوت، خلي بالك إن الدو موست مع الإيه ميست اللي هي فيها أملاوت، خلي بالك من ده. زي وزي برضو اللي هي سواء حضرتك أو الجمع فهي برضو بتبقى في المصدر زيها زي فيا. تمام كده. تصريف فعل كونن مع إيش كان، إر وإس وزي هتلاقيهم برضو كان. مع الدو كانست. مع الفيا في المصدر اللي هو كونن مع الإيه كونت. تمام كده. زي وزي برضو هتبقى في المصدر كونن. تمام. تصريف فعل الدوفن مع الايش ضعف، مع الاير والاس والزي ضعف برضو. تمام كده. مع الضوء ضعف. مع الفيا دوفن في المصدر يعني ايه دوفت. مع الزي والزي دوفن. تمام. تصريف فعل فولن مع الايش فيل. مع الا والاس والزي فيل برضو. مع الدو فيلست. مع فيا هيبقى في المصدر فولن. مع الايه فولت. مع زي وزي هتبقى فولن في المصدر. تصريف فعل ميشتن مع الايش هيبقى ميشتا. مع الاير والاس والزي زي ايش بالظبط ميشتا. مع الدو ميشتست. مع الفي هيبقى في المصدر ميشتن. مع الايه ميشتت. مع الزي والزي هتبقى ميشتن اللي هو في المصدر برضو زي في. طيب اول فعل عايزين نعرف استخدامه اللي هو فعل ميسن، اللي هو بمعنى يجب. تمام كده، اللي هو المفروض، الحاجه دي لازم تعملها. طيب اول حاجه في الاستخدام einen Befehl äußern، ان انت تصدر امر. تمام كده، تؤمر يعني شخص. فمثلا انت مثلا تعبان ولا حاجه، فانا زميلك في الشغل فبقول لك انت لازم تروح للدكتور. يعني يجب، دي حاجه الزاميه انك تعبان فلازم تروح للدكتور، ما فيهاش خيار. الشخص التعبان لازم يروح للدكتور. فبقول لك du musst zum Arzt gehen، انت المفروض تروح او يجب عليك ان انت تروح للدكتور. فده خلاص انك بتقول امر. تمام كده. eine Notwendigkeit. Notwendigkeit اللي هي الضرورة. تمام. بيقول لك مثلا der Schüler muss täglich seine Hausaufgaben machen. يعني انا بقول لك اللي هو الطالب يجب عليه ان هو يعمل الواجبات بتاعته يوميا، يعني ده ما فيهاش خيار. انت طالب تروح المدرسة او جامعي فانت عندك واجبات او هوم ورك معين لازما هتعمله، ما فيش خيار انك ما تعملوش. تمام كده. فيبقى هنا ميسن اللي هي بمعنى يجب، حاجة إلزامية ما فيهاش خيار. تمام، ما عندكش خيار انك ما تعملش الحاجه دي. طيب نخش على فعل الكونن. وفعل الكونن هنا بمعنى يستطيع، وعندي ليه حاجتين كاستخدام. اول استخدام eine Fähigkeit oder Unfähigkeit haben، انت عندك المهاره او القدره على حاجه معينه او عدم القدره او عدم الاستطاعه على حاجه معينه. بمعنى، تعال نشوف المثال عشان الدنيا توضح. Meine Frau kann gut kochen، انا زوجتي بتعرف تطبخ كويس.
تمام كده. aber sie kann nicht schwimmen، ولكنها مش بتعرف تعوم. تمام كده. فاصبح ان هنا في اللي هي الفيشكايت، ان هي القدره ان هي تستطيع انها تطبخ كويس، والانفيشكات اللي هي عدم القدره انها ما بتعرفش تعوم. تمام. فهنا تظهر المهاره او القدره على شيء معين، او عدم القدره او ما فيش مهاره على حاجه معينه. تمام كده. تاني استخدام eine Möglichkeit او Unmöglichkeit haben، ان انت عندك امكانيه او عدم الامكانيه، يعني عندك خيار او ما عندكش. Ich kann mit dem Auto oder mit dem Zug zur Arbeit fahren، اللي هو انا يعني استطيع ان انا اروح الشغل بالعربيه، تمام كده، او بالقطر. فهنا في ميجلشكايتن، في امكانيه ان انا اروح بالقطر او بالعربيه. تمام كده. طيب. Menschen können nicht fliegen، اللي هو الناس ما تقدرش، او احنا كبني ادمين ما نعرفش نطير. تمام كده. فدي الميجلشكايت دي ما فيهاش خيار، احنا مش هنعرف نطير. تمام كده. طيب بعد كده هنخش على فعل dürfen. هو فعل بمعنى يسمح. فانت هنا ليه استخدامين: etwas ist erlaubt oder etwas ist verboten، يعني شيء او حاجة مسموحة او حاجة ممنوعة. erlaubt يعني مسموح، وverboten بمعنى ممنوع. تمام كده. طب تعالوا نشوف مثال على etwas ist erlaubt. Die Mitarbeiter dürfen heute früh oder früher nach Hause gehen. انا بقول لك ان العمال او الموظفين يعني يستطيعوا النهارده، او مسموح لهم ان هم يروحوا البيت بدري، مسموح لهم يروحوا بدري. فخلاص يعني انا سمحت لهم، انا مثلا المدير بتاعهم في الشغل قلت لهم تقدروا او ايه مسموح لكم ان انتوا النهارده تنصرفوا او تروحوا بدري، فخلاص. فدي حاجه مسموح بيها. ادفاس استفربوتين يعني حاجه ممنوعه. منضف هي نش تراوخ. انا بقول لك ان الواحد هنا، الشخص هنا ما ينفعش يدخن، فهنا ممنوع التدخين يعني، فدي حاجه ممنوعه. نخش على فعل الظلم، واللي هو بمعنى ينبغي. وخلي بالك فرق ما بين ميسن وما بين ظلم. ميسن ده فعل حاجة إلزامية، يجب عليك انك تعمل الحاجة دي. ظلم ده بمعنى ينبغي. تمام كده. ايه الفكرة؟ ظلم بستخدمها في غات اوضة تيب جيبن، ان انا يعني اعطي نصيحة. غات او تيب الاتنين بيدوا معنى نصيحة. فدو زولتست شبوت غايب. لما انا اقول لك دو زولتست سبورت غايبن، انت ينبغي عليك انك تمارس رياضه. انت ممكن تمارسها وممكن ما تمارسهاش، دي مش حاجه الزاميه عليك. يعني مش الزامي انك تروح تمارس رياضه، لا، انا اللي هو بديك نصيحه. انت ينبغي عليك ان كل بني ادم ينبغي عليه مثلا ان هو يمارس رياضه، ولكن مش كلنا بنمارس رياضه لانها حاجه مش الزاميه. تمام. تاني حاجه ارتسليش انفايزونج، اللي هو الاوامر او التعليمات اللي بتاعه الطبيب. تمام. دوزولت دوزولست فيل فاسا ترينكن، يعني انت المفروض انك تشرب ميه كتير. انت مثلا رحت للدكتور، ومثلا كان عندك مشكله في الكلى وجنبك بيوجعك ايا يكن يعني، فعندك مشكله، فالدكتور عايزك تشرب ميه كتير حفاظا على الكلى او ايا يكن المشكله فين. فهنا انت لازما، مش يعني مش لازم بقى، ينبغي عليك انك تعمل كده. هل يا ترى الدكتور بيقول لك اعمل مثلا ريح مثلا اسبوع من الشغل، خد العلاج كذا 3 مرات او مرتين في اليوم، اشرب ميه كتير وكذا وكذا؟ هل يا ترى انت لازم تعمل الحاجات دي؟ لا، انت ينبغي عليك انك تعمل الحاجات دي، لان في ناس ما بتلتزمش باوامر الطبيب او بتعليمات الطبيب وما بتلتزمش بالعلاج. فمعنى كده هي مش حاجه الزاميه، أو بس هو لو ما خدهاش هو مش هيخف، فدي قصه تانية. بس اللي لازم أن توصله، لان في ناس يعني الموضوع ده بيلف معاه اذا كان اللي هو اوامر الطبيب يستخدم معاه فعل ميسن ولا فعل ظلم. فلا، انت بتستخدم فعل ظلم لان الحاجه دي مش الزاميه عليك. انت المفروض تتبع ده، يعني ينبغي عليك انك تعمل الحاجه دي بس مش لازما تعملها. تمام. عشان الموضوع يبقى ايه، مفهوم اكتر. طيب اخر حاجه معانا اللي هي فولين ودميشتن. الاتنين بيدي معنى اريد. انا اريد حاجه معينه. تمام. اللي هي einen Wunsch äußern، ان انا اعبر عن امنيه انا عايزها. طيب نركز كده. ich will nach Deutschland fliegen، انا عايز او اريد ان انا اسافر لالمانيا. ich möchte Deutsch lernen، انا عايز اتعلم الماني. طب هل يا ترى في فرق ما بين فولين وميشتن؟ هي ميشتن هوفليش، يعني هوفليش دي يعني اللي هي بطريقه مؤدبه اكتر. يعني لما تيجي تستخدم فعل ميشتن بيبان للي قدامك ان انت بتطلب الطلب ده، او الحاجه اللي انت بتقولها دي بتقولها بطريقه مؤدبه شويه. تمام كده. يعني مثلا ممكن تبقى قاعد في كافيه مثلا وعايز تطلب حاجه معينه، فتقول له ايش مشتا تترينكن، فاللي هو انا عايز اشرب شاي. تمام كده. فهنا بيبان ان انت بتطلب الحاجه دي بطريقه مؤدبه شويه. لو استخدمت فعل فولن في الحاله ديت وانت بتطلب حاجه، فهنا مش هتبان ان انت مؤدب شويه في الطلب. تمام كده.
بالنسبه لفولين كمان فيها حاجه تانية، ان انت لازما حاجه يكون فيها بلان. يعني ايه؟ ان انت مثلا انت هتسافر المانيا، فبالنسبه لموضوع السفر لالمانيا انت بتحتاج مجموعه من الخطوات انك تتعلم الماني. بتمشي في موضوع ورق، ومش عارف بعد كده بتشوف انت كتمريض مثلا بتقدم على مكتب المعادله، وبعدين تعمل مقابله مستشفيات، وبعدين بتشوف الامتحان، بتمتحن امتحان اللغه، وبعد كده تقدم ورقك في السفاره. ففي مجموعه من الاجراءات الطويله العريضه اللي هي بتاخد وقت، مش حاجه اللي هي انا قررتها النهارده يعني في خلال اسبوع اتنين هكون منفذها. فهنا بيفضل انك تستخدم فعل فولن. عشان كده بتقول ich will nach Deutschland fliegen، ان انا عايز اسافر المانيا. ولكن سفر المانيا هيتاخد مجموعه من الخطوات، وهتبقى في بلان بالنسبه لي امشي عليها، فعشان كده بستخدم فعل فولن. ولكن لو استخدمت فعل ميشتن فما فيهوش ادنى مشكله خالص، والاثنين صح. فانا اقدر برضه اقول ich möchte nach Deutschland fliegen. ده كان كل اللي معانا النهارده. بكل بساطة أتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضرة، وأشوفكم إن شاء الله في محاضرة جديدة. ولو أول مرة بتتابعونا أتمنى تشتركوا في القناة لو عجبكم المحتوى. ولو في أي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات، وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.